يا مساء الخير، يا مساء الحلاوة، يا مساء الطعامة على حبايب ماما جولة الحلوين. مشترياتي على السرير، معلش بقى استحملوني اليومين دول. كله هيبقى على السرير لما ربنا ياخد بايدي واعرف اقف من على السرير. انا الحمد لله بنزل اعمل اكل وشربي وبطلع، بس بايه؟ بسيب الاكل على النار يكمل سوا وجوزي بينزل يجيبه. النهارده بقى قلنا ايه، قررت انا وجوزي نطلعوا نجيبوا ايه شويه حاجات كده خزين للبيت. الاول اقول لك ايه، بحبك يا سمرة، بحبك يا بيضة، بحبك يا ابيض، بحبك يا اسمر. لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا برضو بحبك. تضحك عليا يا راجل انت؟ عليك. جوزي بيضحك عليا. ماشي يا بكتر، ماشي. النهارده بقى يا جماعه قلنا ايه، امبارح طلعنا اشترينا ميه بكميات كبيره، هقول لكم ليه. طبعا جبنا كام بكس ميه، 5 6 بكسات ميه كبار. سيبناهم في العربيه، طبعا بنطلعوا بكس بكس لان ما نقدرش نطلعه السلم عالي علينا انا وجوزي. كل ما نعوزه بكس بننزلوا ناخدوه من العربيه، يعني عاملين الدبه بتاعت العربيه اللي هي الشنطه خزين للميه. بكسات الميه، فمش هقدر اطلعها واصورها لكم يا جماعه، معلش. فاحنا عندنا هنا في امريكا يا جماعه الظروف اللي حصلت، الحدود المقفوله عشان التركات بتاعت الاكل والمونه والحاجات دي ما بتخشش، الحدود مقفوله. السواقين الشاحنات الكبار التريلات عاملين اضراب. طبعا دي عملت ازمه جامده في المحلات، تخش المحل تلاقيه زحمه، ما تلاقيش ميه، ما تلاقيش دقيق، ما تلاقيش سكر، ما تلاقيش الحاجات اللي هي السريعه ديت. فكله قال لك خزيني حاجات ايه بحيث انك انت تعمليها، يعني ما تستخدميش البوتاجاز قوي، ما تستخدميش مش عارفه ايه، توفير يعني الحاجه اللي تفتحيها تاكليها على طول. فانا قلت لجوزي تعالى نروح نجيب شويه حاجات على قدنا انا وانت كده، بحيث ايه لو حصلت حاجه لا قدر الله، بس انا متفائله خير، يعني مش هيحصل حاجه ان شاء الله والازمه دي هتعدي على خير. قلنا نجيب شويه حاجات كده ايه تكفينا اليومين دول، لان انا وهو طبعا ما بنقدروش نروح ونيجي كل شويه. اول ما رحت جبت ايه يا جماعه، جبت شكاره دقيق، طبعا اهم حاجه ديت اهيت، لو حصل اي حاجه ومفيش عيش ممكن تلكلكي اي حبه دقيق كده ان شاء الله بميه من غير خميره وهتاكل. جبت كيس دقيق اهو كبير اهو. انا بحب اجيب الدقيق النوعيه اللي هي الجولد، نوعيته حلوه خالص وبتنفع لكل حاجه، للكيك وللخبيز العيش وكل حاجه بتنفع. تمام. جبت واحد دقيق كبير اهوت، وجبت لي انا عندي واحد سكر زي ده، جبت واحد كمان سكر كفايه علينا خالص، علشان ايه غيري يلاقي برضو على الرفوف ايه ياخد، يعني كل واحد ياخد اللي على قده ويسيب للناس التانية ايه تاخد. مش انا اخد 5 6 اكياس وغيري واقف مش لاقي، حرام. انا اخد اللي يكفيني، يعني كيس دقيق وكيس سكر والحمد لله. تمام. جبت طبعا بما اني تعبانه ما بقدرش اقف اعمل كل حاجه، فجبت لقيت عندهم هنا، هم عندهم الامريكان دي في حاجات ايطالي جميله جدا جدا. فلقيت الكشري ده لرز وعدس اصفر وعدس اسمر محطوطين كلهم على بعضهم اهو، بس يا دوبك تحطوهم في الحله مع حبه زيت او حته سمنه وتعملوهم كشري اهو. جبت لي 4 اكياس، يعني الكيس كده يكفينا انا وجوزي اهم، ادي 1 2 3 4 اهم. 4 اكياس كفايه برضه عشان غيري ياخد، مش انا لملم وغيري ما ياخدش. طيب جبت ايه تاني يا ماما جولا، جبت كيس توست اهو، وانا عندي طبعا عيش في الفريزر تحت كتير، فجبت كيس التوست الاسمر ده لان جوزي بيحب التوست الايه الاسمر اهو. حلو يا جماعه. جبت طبعا بكر ورق من ده، انا بحب الورق اللي هو الفوط ده بتاعت المطبخ، بتبقى احلى وبتبقى اجمد من الورق الايه التواليت اللي هو الخفيف ده، انا بستعمل ده على طول. جبت لي طبعا ربطه اهي وشلتها، مش قادره اقوم طبعا اصورها لكم، مفيش داعي نصورها. جبت يا ستي من اللي هو انتي 2 بلو بيف، جوزي بيحب البلو بيف، انا ما باكلوش، جوزي بياكله اهو. جبت 2 بلو بيف بحيث ان احنا نفتح وناكل منها، ياكل منها ايه على طول. طيب جبت ايه تاني يا ماما جولا، جبت تونه اهو. على فكره في كيسه تانيه في العربيه، مفيش. جبت 3 تونه همت يا جماعه اهو، 2 كبار وواحده صغيره اهو، برضو على قدي عشان غيري ياخد. جبت ايه تاني يا ماما جولا، جبت صلصه اهي، صلصه معجون الطماطم اللي انا بحبه طبعا. جبت نوعين، النوع ده والنوع ده، بصوا النوع الهاجنز اللي معروف، ونوع تاني اسمه ايه طماطم بيست اهي. جبت 6 اهو، الواحده بتكفي طبخه يا جماعه، او النص يكفي طبخه كمان، ممكن توفري تعملي النص يكفي طبخه اهو. لقيت ايه بقى عندهم غله يا جماعه اهي، بصوا غله اهي، اعملها بليله بس مكيسه بقى ايه كيس شيك كده، حاجه حلوه يعني، حاجه اوتيكيت. قلت اجيب لي 2، الواحده تكفينا انا وجوزي نعملها ايه
نعملها بنيله. واحدة سوسيت، جبت واحدة سوسيت اهي، بس عايزة انزل احطها في الثلاجة، برضه جوزي بيحبها. اهي السندوتشات الصبح بتبقى حلوة اهي. جبت ايه تاني يا ماما جولة؟ تعالي يا حاجة. واحدة طماطم كبيرة، اللي هي الايه، الصلصة اللي هي اللي مش معجون، اللي هي السايلة دي اهي. اهي جبت واحدة كبيرة. جبت 2 ملح عشان يكفوني، الملح انا بستخدم ملح كتير قوي اهو. ادي 2 ملح حلوين. جبت طبعا جزر، جبت ذره مطحونه اهي. انا بحب الحاجات دي يا جماعه، ما بحبش الفاصوليا والبسله والحاجات دي. اهي الذره اهي، والجزر اهو. وايه ده؟ وده بتاع ده الكورن اللي هو الذره، بحب احطه كده بالملح والليمون واحطه على البخار ويتاكل، يبقى حلو خالص. ادي المعلبات اللي انا جبتها. بس في فاصوليا وفي معرفش، انا ما بحبش بقى الفاصوليا والحاجات دي. انا جبت ذره وجبت جزر، ذره وجزر اهو. تمام يا ولاد. طيب جبت ايه تاني يا ماما جوله؟ امبارح كنت عايزه اعمل كفته فراخ، بس ما لقيتش عندي العيدان الخشب دي، فرحت جبت واحد اهو رخيص مش غالي، بدولار ونص او بدولار تقريبا اهو. العيدان الخشب اللي انت بتحطي عليها الكفته. حلوين يا حلوين. جبت طبعا واحده زيت صغيره على قدي، برضو ما طمعتش اخد 2 3. في ناس بياخدوا 5 و6 ويمشوا. طب انت خدتي 5 6، طب انا هروح ادور مش هلاقي، طب ما حرام عليكي. خدي على قدك، ولما يخلص روحي جيبي تاني، لو ربنا سهل يعني وكان فيه. لو ما كانش فيه يبقى انت خدتي وغيرك خد، يعني ما تحرميش الناس من انهم ياخدوا زي ما انت ايه خدتي. طبعا المكرونات، انا عندي مكرونات تحت كتير، وعندي كيس رز جوزي جايبه لي 10 كيلو كبير. دي مكرونه بالايه، قلنا دي مكرونه بايه يا بابا ديت؟ جبنه باين. لا مكرونه حاجه مطحونه عليها كده، المهم قلت اجربها. لحمه بيف. لا ما عليهاش لحمه، عليها حاجه زي مش فاكره هما كانوا قالوا لنا ايه. عليها حاجه زي بودر كده زي كريمه. المهم ان انا هجربها معاكم اهي. المفروض يعني نفتحها عشان ما ايه. ودي مكرونه من بتاعتنا العاديه اهي، اللي هي المشرطه ديت اهي. جبت لي كيس مكرونه من دي وكيس من دي، وجبت كمان شعريه واحد. ادي 2 شعريه، انا جايبه كده واحد شعريه اهم. 2 شعريه اهوت. انا بحب اعمل شعريه باللبن على طول يا جماعه. وجبت كمان ايه يا ماما جوله؟ جبت البانكيك اهو. البانكيك اللي بيتعمل ده بتحط عليه بقى عسل، بتحط عليه مربى، انا بحب اكله كده من غير حاجه يعني بصراحه. في بالشوكولاته وفي اللي هو بالفانيليا. انا جبت 2 وعندي 2 من الاول. تحطي عليها بقى اللي هو بلاك بيري، اللي هو اللي زي العنب الصغنن ده، تحطي عليها فراوله، اللي انت عايزاه حطي عليه، اللي يجيلك نفسك فيه تاكليه. جبت 2 مكرونه بالجبنه اهي، برضو بتتعمل سريعه كده، شويه لبن وتدوبيها. مكرونه سباكيتي لقيتها صغيره كده سمراء، قلت مكرونه سمراء عشان السكر. جبت 2 برضو، 2 دي انا وجوزي، برضو ما كترتش بال20 وال30 زي الناس بتاخد. خليكي رحيمه في الشراء. وجبت ايه؟ الفول السوداني ده، بتعمليه سندوتشات، تحطي عليه مربى، تحطي عليه عسل نحل زي ما انت عايزاه، تاكليه ساده، عايزه تحطي عليه زبده. سندوتش كده نص رغيف كده، وتاكليه الصبح في الفطار مع كوبايه شاي، يبقى 10 على 10. هنا بقى يا جماعه انا عملت لكم ايه؟ جبت شويه حاجات من السوق. والحاجه اللي عايزه ايه يعني اقولها لكم، الهدف من الفيديو اللي انا عاملاه ده ايه؟ ان احنا لما يبقى في ازمه يا جماعه ونجري نروح نجيب ميه، نروح نجيب شاي، نروح نجيب سكر، نروح نجيب مكرونه، ناخد على قدي عشان انا اخد وغيري ياخد. يعني نخلي الغير انه ما خير. انا ما عنديش عيال هاخد 7 8 9 10 20 كيس مكرونه، اعمل بهم ايه؟ هاخد 5 6 باكيتات ورق من الكبيره دي، اعمل بهم ايه؟ هو عنده عيال لازم ياخد 2 و3 و4. انا اخد واحده على قدي، واحده على قد جوزي، 2 على قدنا يكفونا، 2 كمان اللي قدام. لكن ان انا اخد كميه ملهاش اي 30 لازمه وغيري ما ياخدش، حرام. يعني لو في برطمانين انا اخد واحد وهو واحد، لو في كيسين ملح انا اخد واحد وهو واحد، يعني انا استفيد وهو يستفيد. تمام يا جماعه؟ يعني ما نطمعش وبلاش طمع. يعني الشعريه كانت موجوده بالهبل ورخيصه، انا جبت 2، هاخد ايه اكتر من 2 انا وجوزي؟ كفايه عليا خالص، وخلي غيري ياكل، انا اكل وغيري ياكل. واشوفكم في فيديو حلو جميل زيكم ان شاء الله، يكون الدعم في منتهى الجمال بالنسبه لي. ادعموني لايكات واشتراكات علشان ادعمكم محبه، وهدعمكم ان شاء الله ان شاء الله. بس اظبط نفسي واعرف اقوم من السرير واعرف انزل اروح اظبط الكارت بتاعي، وان شاء الله في دعم جاي. انا عماله اقول لكم في دعم جاي، بس كل ما اقول في دعم جاي ادخل المستشفى، كل ما اقول في دعم جاي ادخل المستشفى، فانا مش هقول في دعم. مش هقول في دعم خالص. ان شاء الله يجي لوحده كده، فجاه هتلاقوني داخله
والناس اللي هي بتجيني من غير مقابل ان شاء الله ان شاء الله لهم محبه عندي. اشكركم على متابعتكم يا جماعه. اقوم ابطل الفيديو بقى بخريطه بقى، عايزه خريطه عشان اقوم بيها اهو. بصوا انا جايبه حاجات كتير تحت، بس طبعا ما قدرتش اطلعها، لحوم واسماك ومعرفش، حطيتهم في الفريزر. ان شاء الله نبقى نصور لكم مره تانية. يلا اشوفكم على خير في فيديو تاني يا حلوين. انا مش لابسه الحزام اصلا. يلا اشوفكم على خير، باي باي.